بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون الدفاعي سنة 2021 بين تل أبيب والرباط، أصبحت القوات المسلحة الملكية قادرة على الوصول إلى أسلحة عالية التقنية والتكنولوجيا من صناعة إسرائيل. وحصل المغرب على طائرات هيرون وهيرمس 900 بدون طيار، وطائرات هاروك الانتحارية، وصواريخ سبايك المضاد للدبابات، بالإضافة إلى راجمات صواريخ بيرس التي تم تسليط الضوء عليها في فيديو سابق على قناتنا موسوعة الأسلحة. كما حصل المغرب مؤخرا كذلك على منظومة إسرائيلية للدفاع الجوي المتوسط المدى. كما حصل المغرب مؤخرا كذلك على منظومة إسرائيلية للدفاع الجوي المتوسط المدى يدخل ضمن ما يعرف بالقبة الحديدية، التي تعتبر ثمرة تعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة عسكرية في العالم، والتي تعتبر المغرب أحد أكبر حلفائها خارج حلف الناتو. منظومة الصواريخ هذه هي منظومة باراك MX المضادة للصواريخ، والقادرة على إسقاط أي طائرة أو صاروخ في مدى 150 كيلومتر، وهي أحدث نسخة من هذا الطراز. ويتم تصنيع النظام من قبل شركة EIA الإسرائيلية، وما يعرف بشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، وهي نفس الشركة التي ستوفر نفس هذه الأنظمة لمشروع الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ، والذي تروج له ألمانيا. يمكن للنظام باراك MX ضرب أهداف في مدى 35 و70 و150 كيلومترا على ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 30 كيلومترا. وهذا يعني أن المنظومة تمتلك قدرات حمائية متعددة الطبقات، حيث يمكنها إطلاق 3 صواريخ مختلفة المدى، كما أنه قادر على تنفيذ مهام الدفاع النقطي والدفاع عن المنطقة وتعزيز الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وهي قدرات نوعية غير مسبوقة في ترسانة الجيش المغربي. وتحتوي كل واحدة من هذه المنظومات على 6 صواريخ، حيث تعمل هذه الصواريخ بمحرك ثنائي النبض مع تعزيز إضافي مع باحث RF نشط للأهداف ذات المقاطع الرادارية العرضية المنخفضة والقدرة على المناورة العالية، حيث تعتمد صواريخ هذه المنظومة على نظرية الاصطدام المباشر بالهدف المعروف ب Height to Kill، التي تشبه إصابة رصاصة برصاصة أخرى لتدميرها. وما يميز هذا النظام كذلك مناعته العالية للإجراءات الإلكترونية المضادة ECM، حيث يعمل مع رادار ELM 2084 الجبار، الذي يمتلك مدى 450 كيلومتر في نمط الدوران و650 كيلومتر في نمط التوقف، مع قدرات مسح إلكتروني بزاوية 360 درجة. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية نشر هذا النظام على القطع البحرية كذلك. الرادار هذا من صناعة شركة إلتا الإسرائيلية، وهو رادار ثلاثي الأبعاد من نوع آيزا، مصنوع بتقنية نيتريد الغاليوم. هذا النظام قادر على تحييد كل التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر والقنابل الانزلاقية، حيث يمكنه تتبع أكثر من 1100 هدف. وتشغل هذه المنظومة بالإضافة إلى إسرائيل عدد من الدول الحليفة لتل أبيب كالهند والإمارات وأذربيجان، حيث تمكنت المنظومة من إسقاط صاروخ إسكندر روسي أطلقته أرمينيا على أذربيجان في حرب كاراباخ الأخيرة. ويصل ثمن البطارية الواحدة إلى 170 مليون دولار، واستثمر المغرب ما يصل إلى 500 مليون دولار في الوقت الحالي في هذا النظام الجديد المضاد للصواريخ، والقادر على إسقاط أي طائرة أو صاروخ معادي على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا، أي أنها ستصل إلى جزء مهم من جنوب إسبانيا. كما ذكرت تقارير أخرى أن المغرب مهتم بنظام الدفاع الجوي هيتس 3 أو طارون 3 المضاد للصواريخ الباليستية، والمصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، حيث يصل مدى صواريخه إلى 2400 كيلومتر. في الأخير متابعينا الكرام، نود أن نذكر بأن الهدف من هذه الفيديوهات حول الأسلحة الإسرائيلية ليس إشهارا لها أو تعريفا بها، وإنما معلومات تدخل ضمن اختصاص قناتنا، مع التأكيد على أننا
ضد العدوان على الشعب الفلسطيني البطل ومعه حتى نيل حقوقه الكاملة الغير قابلة للمساواة.